طب ليه سورة البقرة بالذات كلها كلام عن بني إسرائيل؟ يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى بيذكرهم كتير أوي كده؟ علشان نتعلم من اللي حصل قبلنا. سورة البقرة فيها أكتر من 50 آية بتحكي عنهم. ربنا قال: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين. ربنا حكى عنهم علشان ما نكررش نفس أخطائهم، ما نكونش ناس بتعرف الحق وترفضه، أو تسمع أمر ربنا تتلكك. طب بس مش فيهم ناس كانوا برضه بيعبدوا ربنا كانوا وبيصلوا؟ بيعبدوا ربنا بس على هواهم، زي ما حصل لما ربنا قال لهم اذبحوا بقرة، فضلوا يسألوا كتير ويراوغوا، ضيعوا روح الأمر. ربنا قال بعدها: فذبحوها وما كادوا يفعلون. والدرس لينا هنا، لما نعرف أمر من ربنا سبحانه وتعالى لازم ننفذه فورا. ما نضيعش الطاعة بأسئلة مش في مكانها، ولا نتهرب من الحق بحجج. طب وإيه القصة اللي قصها ربنا سبحانه وتعالى عن سيدنا إبراهيم في السورة؟ ربنا ذكر دعاء سيدنا إبراهيم لما كان بيبني الكعبة. سيدنا إبراهيم دعا ربنا سبحانه وتعالى وقال: ربنا واجعلنا مسلمين لك. رغم إنه نبي، لكنه كان دايما بيدعي ربنا بالتسليم. مش كفاية الإيمان، لازم الاستسلام الكامل. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى كل شوية بيقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله؟ إحنا كمسلمين محتاجين ده. أيوة، لأن بني إسرائيل هم مرايتنا. ربنا حذرنا بيهم وقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ما تعملش زي اللي خد من الدين اللي عايزه وركن الباقي. طب أنا مستنيك تشرح لي آية يسألونك عن الخمر والميسر. يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى قال إن فيهم منافع؟ مش المفروض يقول حرام وخلاص؟ شوف، أول ما الصحابة بدأوا يحسوا إن الخمر غلط سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. أيوة، فيهم متعة ونفع مؤقت لأنها كانت تجارة بينهم، بس الإثم اللي فيهم بيضرب الدين والعقل والقلب، وده اللي يهم في ميزان الآخرة. يعني مش لازم ربنا يقول حرام صريح عشان أفهم. اللي بيحب ربنا يكفيه بس يعرف إن ربنا مش راضي. عارف سيدنا عمر لما نزلت آية فاجتنبوه في سورة المائدة قال: انتهينا يا رب انتهينا. سورة البقرة مش قصة عن بني إسرائيل، دي رسالة لينا. ما تبقاش زيهم تعرف الحق وتتلكك، ما تبقاش زيهم تسيب الطاعة علشان طلباتك وهواك، ما تبقاش زيهم تاخد من الدين اللي يناسبك وتسيب الباقي. في نهاية كل حلقة هنتكلم عن آية يسألونك، لأنها كانت أسئلة الصحابة والله سبحانه وتعالى بنفسه اللي رد عليهم. والحلقة الجاية يسألونك ماذا ينفقون، وسبحان الله الجواب كان عن الحب مش عن الفلوس. رجع قلبك خطوة تقربك لربنا.